بعده والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن جاي نكتشف حالة الخسوف أمام جهاز التلسكوب. الأخوة الفلكيين موجودين، هم وجهاز التلسكوب على المكان يم الكورنيش في محافظة ميسان، منتدى الرعاية العلمية، وما زال راح يكتشفون حالة الخسوف القمر، وعلى بعد يعني تقريبا دقائق عن الاكتشاف. أنا أحس بالأرض زاحفة على الشمس. اي ما يصغر هاي والله شوي بس. جاي تسجل؟ لا لا طبعا القمر راح يتاثر 24% الى 25%، 24% هذا 6 لان هاي الظاهرة ايش قد تقريبا تستمر الوقت مالها؟ 3 ساعات تقريبا 30 دقيقة. اما الكشوفات اللي راح تجي من بعد يعني 2018 و2019 راح تيجي من بعد يعني 31 1 2018 راح يكون كشوف كلي، و27 7 راح يصير كشوف كلي، و2019 كشوف كلي، وبعدها يصير كشوف ظل ما كشوف جزئي. يعني هاي السنين يعني السنين القادمة. زين، تأثير هاي الظاهرة على الفلك والأبراج وغيرها؟ هو اليوم الطوالع اليوم الكسوف بالمناسبة هو على برج الدلو الهواء، والشمس متواجدة على ماكثة في برج الأسد. اليوم هو يكون هذا الخسوف على برج الدلو الهوائي. الحدث راح درس مباشر للمعلومات عن الكسويات صار وسط آسيا وأفريقيا. ممكن سؤال يسأل يقول دائما ليش مثلا لماذا يصير بالخسوف يكون الوقت أكثر والكسوف لا بالدقائق؟ نادي الشباب هنا تبدأ قطر الأرض وقطر القمر. قطر القمر أصغر من قطر الأرض، ولهذا ظل القمر على الأرض يكون قليل جدا أقل، فلهذا يعني يشاهد يعني نص قارة أو قارة. لكن قطر إذا يصير حدث خسوف راح يشاهد 3 قارات أكثر، ويصير يعني الوقت ماله أكثر. يعني قطر الأرض أكبر 12742، قطر القمر 3474، فيختلف. فالقطر ايش ما يكون اكثر حجم ايش ما يكون اكثر، صار شلون يعني تكون. ولهذا دا يسالون يقول ليش الخسوف يعني يكون دائما يطول والكسوف ما يطول. قطر مرات ليش يصير يسمونه بالكسوف الشمس يصير كسوف حلقي ما يغطي صح، ما يغطي صغير ما يغطي، فش يصير يسمونه كسوف الحلقة. هو افضل الكسوفات وارقى الكسوفات، جميل جدا يسمونه الكسوف الحلقي. لكن اتحدى اذا يصير هنا يصير بالقمر كسوف حلقي قليل يعني ما تغطي. ذاك يكون تغطي القمر هنا يمكن تغطي الارض كلها، يسمونه كسوف كلي. اللي راح يحدث هاي السنين اللي راح تجينا كله كسوف راح يكون كلي يعني على المكان. بدأ هسه بأفريقيا طبعا. هسه الكسوف لا زال الخسوف هذا اللي ومن جنوب أفريقيا إلى شمالها، ثم الشرق الأوسطي، بعدين إلى القارة الوسطى وسط آسيا. هذا اليوم اللي وأنا أعطيك اليوم الأبعاد مالته. طبعا بالنسبة إذا أتحدث على قضية الأبراج، نعم أكو تأثير هذا الخسوف. بعض الأبراج تستفاد منها، بعض الأبراج غير تستفاد منها، يعني حسب البيوت اللي هي مثلا احنا تتأثر. يعني الجاذبية 12 يعني يفيق 12 مرة على كوكب الأرض، يفجر هذه الكواكب النازلة، واللي ينزل على الأرض يصطدم بالغلاف الجوي الأرضي اللي هو يمدد هذا الكواكب. ينزل قليل يعني،
واللي يجي يصور هذه اللقطة المصورين يوم 12 ليلا 12 ليلا كان خارج المدن، اي خارج المدن يصور اكثر صور اللي راح تنزل شهب. هذا اليوم يوم 12 ليلا 12/8 راح تنزل شهب على الكوكب اللي موجود على القارة الآسيوية، القارة الأفريقية، تنزل دائما على المناطق الصحراوية أكثر نزول. ظل الأرض واضح، المساحة وطبعا يعتبر ونشكر الرعاية العلمية الميسان اللي وفرت هذا التلسكوب. جماهير ميسان يعني تشاهد هذا الحدث من ميسان. قبل إذا يصير حدث سابقا يعني البغداد قبة الفلكية أو للبصرة، تلاحظ هنا التلسكوب الوحيد هنا محافظة ميسان جنوب العراق قاعد نشاهد هذا الحدث على ضفاف نهر دجلة في ميسان على الكورنيش. كورنيش. وهي الدعوة عامة طبعا للجماهير، أي واحد يجي هسه هنا يشاهد هذا الكسوف واحنا نرحب به. أي حدث احنا ممكن هنا التلسكوب موجود هو يصوت إلى جماهير ميسان هذه يعني. نرحب أي جماهير ميسان المواطنين الهواة يجون يشاهدون هذا الكسوف مباشر بالتلسكوب.